قصتنا ستبدأ سنة 2003 وبالضبط في شهر أبريل في مكان قريب من الحدود السويسرية الإيطالية، مكان خاص بالتزحلق على الجليد. كانت تعيش في هذا المكان أسرة فلاكتيف، وهي مكونة من الأب زافييه وزوجته غرازيلا وابنتيه سارة وليتيسيا والابن غريغوري. للأم ابن آخر اسمه ماريو عمره 14 سنة. كان يعيش ماريو في مكان آخر، ولكنه كان يأتي لزيارتهم خلال العطل. ذات يوم جاء ماريو لقضاء عطلته مع والدته وزوجها وصغارها. عندما طرق الباب لم يجبه أحد. حاول فتح الباب لكنه كان مغلقا، وتوقع ماريو أن الأسرة خارج البيت. بقي في انتظارهم لمدة 3 ساعات، فقرر أن يتوجه لبيت صديقة والدته كريستينا، وترك ملاحظة كتب عليها أنه توجه لمنزل كريستينا وأنه بانتظارهم، لكنهم لم يحضروا. في صباح اليوم الثاني توجه ماريو وكريستينا إلى البيت مرة أخرى، لكن هذه المرة وجدوا أحد الأبواب الخلفية مفتوحا. عندما دخلوا تفاجأوا بأن كل شيء مرتب على غير العادة، بما أن البيت به أطفال، ووجد أيضا حاسوبين مشغلين وبعض الأوراق. توجه ماريو وكريستينا إلى الطابق العلوي، فوجد أن الأسرة قد أزيلت منها الأغطية. ثم توجه ماريو إلى الشرطة التي بدأت البحث في المنزل، فتفاجأوا باختفاء الحاسوبين والأوراق. بداية توقعوا أن العائلة قد تعرضت لحادث بسبب المنحدرات الكثيرة الموجودة بالمنطقة، فعمقوا البحث بالمستشفيات وأيضا بالطرق المعروفة بكثرة الحوادث، لكنهم لم يجدوا شيئا. سألت الشرطة جيران الأسرة أملا في اكتشاف خيط يساعدهم على التعرف على مكان عائلة فلاكتيف، واكتشفوا أن غزافييه الوالد مقاول عقاري له الكثير من الأعمال في شمال فرنسا، له حياة مرفهة، وهذه الأسرة كانت تملك حياة يحسدها الكثيرون عليها، كما قال أحد الجيران أثناء استجواب الشرطة. بعد البحث في حياة غزافييه، اكتشفت الشرطة أن بعض المستثمرين قد رفعوا ضده قضايا لأنهم لم يحصلوا على نصيبهم في بعض الصفقات التي كان يديرها. كانت هناك شكوك أن غزافييه وأسرته ربما قد هربوا بسبب ديونه لبعض المستثمرين، فقررت الشرطة التدقيق في المنزل مرة أخرى، ولكن هذه المرة عن طريق فريق خبراء التحليل الجنائي الذين اكتشفوا وجود أكل داخل الثلاجة، وأيضا وجود إناء طعام مجهز يحتاج للتسخين فقط، فكان احتمال الهروب بعيدا. بعد البحث في الغرف وجدت إحدى الغرف وقد أزيل منها جزء من السجاد وحتى قطع من الورق، ووجدوا 9 أسنان مكسورة بين قطع الخشب في الأرضية، ووجدوا أيضا بقايا رصاصة في غرفة المعيشة. استعمل المحققون مادة اللومينول، وهنا اكتشفوا المفاجأة: بقع دم في غرفة المعيشة والمطبخ والقبو وفي الغرف العلوية. بعد أسبوع من الاختفاء وجدت سيارة غزافييه في سويسرا، وبعد فحصها أيضا اكتشفوا وجود بقعة دم داخلها. بعد البحث اكتشفوا أن الدم في القبو يعود للأم، والموجودة في غرفة المعيشة تعود لاثنتين من الأطفال ولغزافييه، بينما الموجودة بالغرفة العلوية للطفلة الثالثة، والموجودة بالسيارة للأسرة ككل. واكتشف المحققون أيضا وجود دم لشخص سادس، فطلبت الشرطة من الجيران وأفراد العائلة تقديم حمضهم النووي للمطابقة، بينما رفض أحد الجيران ذلك إلا بعد ضغط من الشرطة، ثم وافق أخيرا، وكانت عينته هي أول عينة تبدأ الشرطة بمطابقتها مع التي وجدت في المنزل. وفعلا وجدوا تطابقا. بعد التحقيق مع ديفيد صاحب العينة لم يطل استجوابه حتى اعترف بأنه قاتل الأسرة،
وأنه كان منزعجا من كزافييه لأنه وعده بتأجير إحدى الشقق لكنها كانت غير جاهزة، فطلب منه كزافييه المكوث في شقة أخرى وظل يغير سكنه لمدة طويلة. فأحس دافيد بأن كزافييه قد استغله وسخر منه، لذلك قرر قتله. وفعلا توجه ديفيد لمنزل كزافييه وقتل الأسرة ثم حرق الجثث. حكم دافيد بالسجن 25 عاما مع إمكانية إطلاق السراح المشروط.